انا مشجع منتخب استراليا ضد المنتخب المصري. قبل ما اكمل الفيديو ده، لانه هو عمل حركة صعبة جدا في الاخر، في كلمتين مهمين عايز اقول. يا ابن النيل، انا عارف السودانيين كويس وعارف المتأصلين، عاشرتهم ومتابعيني من زمان، وعارف ان السودانيين الاصل ما يعملوش كده، وان القلة اللي بتطلع على الميديا وغيرها وبيحاولوا يزرعوا الفتنة ما بين المصريين والسودانيين دول ما يمثلوش الا نفسهم وبس. لكن اهلنا واخواتنا السودانيين احنا حافظينهم وعارفينهم كويس، وده مش من دلوقتي، ده من زمان بدر. فمرادك في الفتنة مش هتنوله باذن الله. وتعالوا نكمل الفيديو. بالتوفيق للمنتخب الاسترالي امام المنتخب المصري. انا مشجع منتخب استراليا ضد المنتخب المصري. يا عم ما تشجع براحتك منتخب استراليا، اذا كان اهلك من استراليا شجع اي منتخب، ما حدش قال لك تشجع مين وما تشجعش مين. بس انت طالع ليه بقى تحكها مع المصريين؟ حد اجبرك تشجع مصر؟ طب حد قال لك ان مصر مستنياك تشجعها؟ اللي هو خلاص لو انت ما شجعتهاش احنا مش هننام الليل، او احنا خلاص هنتغلب. اتمنى المباراة الليلة تنتهي 4-0 لمنتخب استراليا. 4-0 مرة واحدة؟ طيب خليها 1-0 2-0 بعد الشر يعني. يا راجل ده انت اسود قوي من جوه. طب معلش لما مصر تتغلب، ده بعد الشر يعني، بعد الشر، ده هيفيدك بايه؟ استراليا هتجيبك وهتكرمك، هتبعت لك الاقامه مثلا؟ والله ولا يعرفوا عنك حاجه. ومنتخب استراليا قادر انه يعمل الكلام ده الليله، قادر انه يهزم المنتخب المصري هزيمه نكراء. نكراء؟ هي وصلت النكراء؟ ربنا ما يشمتك فينا يا اخي. يا اخي المصريين فازوا على نيوزيلندا، تمام يا اخي، صدقونا في الميديا. نيوزيلندا ما عندها مستوى، صدقونا في الميديا. يا عم فرحانين بمنتخبنا وفرحانين بالفوز اللي حققه، يعني ده الفوز ده جاء بعد معاناة، بعد ما خلاص فقدنا الامل. انت مش عايزنا نفرح ازاي؟ ايه المشكلة في ان احنا نفرح؟ ده يضايقك في ايه؟ وان شاء الله نفرح يا رب. بص انا لحد دلوقتي ما ردتش عليك، يعني انا كده ما ردتش، لا، مأجل الرد ان شاء الله لحد بعد الماتش. يا رب يا رب نفوز، يا رب مصر تكسب، يا رب ما يشمتك فينا، لاني انا عارف لا قدر الله لو حصلت حاجة يعني اللي يخليك من قبل الماتش وانت بتعمل كده، فما بالك ما بعد الماتش بقى وانت نلت مرادك وان شاء الله ما تنولوش. فانا الرد الصح عليك لبعد الماتش، لبعد الفوز ان شاء الله. صدقونا في الميديا، منتخب دخل التاريخ وبتاع، الله يحلنا من تطبيل سيدوم طويلا. معلش بس هو حد قال لك ان احنا كل يومين بنسافر كاس عالم؟ يا جدع ده احنا من قرن، يعني دي اول مرة نفرح فيها ونعرف الناس كلها ان احنا العالم كله ان احنا فرحانين. انت بقى فرحتنا مضايقاك في ايه؟ كمان الليله لو غلبوا استراليا ده تطبيل كده لمده 50 سنه. ان شاء الله منتخب استراليا هيحلنا من هذه الطبله الليله وهيهزم منتخب مصر، والليله المصريين هتكونوا حزينين، هتكونوا نايمين حزينين يعني. ان شاء الله يا اخي المنتخب الاسترالي ينيمك زعلان، تزعل كده واحنا اللي نفرح ونطبل فوق دماغك، وان شاء الله ارد عليك برضو بعد الفوز يا رب. بالتوفيق استراليا يا اخي، جوه ليك يا اخي. ده بتصدق كده زعلتني، اقسم بالله العظيم كل الكلام اللي انت قلته في كوم، والحركة اللي انت عملتها في الاخر دي كوم تاني. يعني سيبك من ان هي عيب وما يصحش وما تطلعش من راجل، ده قبل اي حاجة حرام. يعني انت بتتف على الناس باي حق، مين اداك الحق في كده؟ فكرك يعني ان محدش قادر يرد عليك ويعمل اصعب من اللي انت عملته؟ لا والله ما صعب، بس ما ينفعش حد ينزل لمستواك، وحركة ما تطلعش من راجل ولا من ست، لا مؤاخذة. ولا مؤاخذة ليه؟ طالما ما تطلعش من ست يبقى الست ارجل منه. عموما فزنا، فانا هرد عليك باذن الله، باذن الله نفوز، هرد عليك بعد الماتش. لا قدر الله، فانا عارف كويس اللي انت هتعمل. بس كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.